وتستمر الفضائح التحكيمية في الدوري المصري. هذه الفضائح التحكيمية والكوارث التحكيمية كابتن مهدي بن عبيد فعلا تعدتنا عليها اخ عبد الله في كم مره وتتكرر وراح تتكرر للمباريات القادمه والمواسم القادمه. وهذا اتحاد الكره وهذه لجنه التحكيم وهذا الاعلام المصري وهذا النادي الاهلي اليوم يعني بدون داعي للامانه تاخذ نقاط المباراه من فاركو ومن فرق الثانيه. اشياء بصراحه اصبحت الجماهير متعود عليها مخجله الامانه. اشياء مخجله في كل جوله كابتن مهدي. طبعا اشياء مخجله لا وصارت الحين حتى تتكرر يعني مشاهدتها في الوطن العربي. ايش قال لك والله الاهلي يعني يستفاد اسبوعيا مع كل جوله من اخطاء الحكام. الى متى اخطاء الحكام؟ نتكلم عن نادي كبير، ما تقولوا نادي كبير صح ولا لا؟ كيف كبير الحين؟ تستغل يعني الانديه الضعيفه وتمارس عليها سلطتك الاعلاميه والماكينه الاعلاميه وتمارس عليها ضغوطاتك. عيب اللي يحصل بصراحه، عيب اللي يحصل. انا نقول نداء مره ثانيه هيئه التحكيم لجنه التحكيم في مجلس اتحاد الكره المحترم قياده المهندس يعني هاني ابو ريده ان يعيدوا الامور الى نصابها. كوارث تحكيميه كابتن؟ طبعا ان يتم بصراحه خلينا نقول وضع حد لمثل هذه الكوارث التحكيميه، هذه الاخطاء التحكيميه. تحياتي.